بيبدأ فيلمنا بعمال شغالين في إزالة الأشجار في غابة مهجورة علشان يمهدوا طريق لخط سكة حديد جديدة علشان يكون الخط الرئيسي لمنتجع سياحي جديد. وبيجي وقتها واحد من سكان المنطقة وبيحذرهم من إزالة الأشجار وبيقول لهم إن دي هتبقى لعنة هتصيبهم والعواقب هتكون وخيمة. بس العمال بيطردوا الراجل وبيكون في 2 من العمال، واحد منهم اسمه ديت ومعاه صاحبه بيمن، وبيكونوا شغالين وبيبدأ ديت يشوف حاجات غريبة وبيلاقي صاحبه اختفى. ولما بيروح يشوفه بيلاقيه واقع في حفرة وفي كيان شرير متحكم فيه وبيمتص روحه وبيموت. وفجأة بيتغير المشهد لبعد الليلة دي ب6 شهور بعد ما تم الانتهاء من القطر، وبيكون ده يوم الافتتاح وبنشوف في المحطة بنتين اخوات اسمهم بيرة وكيمي، وبيكونوا رايحين للمنتجع السياحي. وبتقول بيرة لكيمي إن القطر الجديد ده هيعدي ب5 أنفاق قبل ما يوصلوا للمنتجع. وبيقطع كلامهم صوت صريخ مجموعة من الستات بيطالبوا المسؤولين برجوع أزواجهم من العمال اللي كانوا شغالين في القطر. وبيبدأ عامل التذاكر يرحب بالموجودين وبيتجاهلوا الستات، وبيقول للناس إن القطر ده سياحي فقط للمنتجع والرحلة هتاخد 7 ساعات، وإنه هيوصل بالليل على الساعة 7 للمنتجع. وبتكون في القطر واحدة من زوجات العمال اسمها رملة، وبتكون رملة في القطر رايحة للمنتجع علشان تشوف جوزها. وبيبدأ القطر يتحرك وبتشوف رملة ديت وجوزها في القطر وبتستغرب انه موجود، ولما بتقوم تشوفه بتلاقيه اختفى. فبتروح للمضيفة بتاعة القطر وبتقول لها على مواصفات جوزها، فبتقول لها المضيفة ان مفيش حد من العمال بيركب القطر. وفي الوقت ده بيظهر صاحب المنتجع السياحي سانتوس وهو قاعد في عربية القطر الفي اي بي، وبتحاول رملة تدخل للعربية المخصصة دي. فبتقول لها المضيفة إنه ممنوع ركاب الدرجة الاقتصادية يدخلوا الدرجة الأولى. وبيتكلم سانتوس مع باري واحد تاني من المستثمرين والقائمين على المشروع، وبيسأله عن الحادثة اللي حصلت للعمال، وبيقول له إنه مش عاوز يتعامل مع أي مشكلة من المشاكل دي ولا الصحافة تعرف علشان ما يحصلش شوشرة علشان السياحة ما تتأثرش. وبتكون كيمي وبيرا أختها قاعدين في القطر وبيرا بتكون نايمة، وبتلاحظ كيمي إن في غراب بيطير جنب الشباك بتاعها وفجأة بيخبط في الشباك وكأنه بيحاول يدخل القطر. وبتصحى بيرا وبتحس إنها تعبانة وبتقول لكيمي إنها تروح الحمام. ولما بتروح للحمام بتلاقيه مشغول وقدامه ناس كتيرة، فبتقرر إنها تروح حمام عربية تانية. وبتدخل بيرا الحمام وبيظهر واحد في المراية من العمال. وفي الوقت ده بيدخل القطر للنفق الأول وبيلاحظ مشرف القطر إن في حاجة غريبة في العربية بتاعة الدرجة الاقتصادية. وبتلاحظ كيمي إن بيرا اتأخرت فبتروح علشان تشوفها. بس فجأة الكهرباء بتفصل، وفي الوقت ده بتظهر لكيمي بنت صغيرة شكلها مرعب، وبتخاف كيمي لدرجة إنها بتقع على الأرض من الخوف. ولما بيخرج القطر من النفق والنور بيرجع بتلاقي بيرا وراها وبتقول لها إنها قلقت عليها. وبتلاحظ كيمي إن بيرا تعبانة شوية وبتقول لها إنها لازم توصل للمنتجع علشان يشوفوا دكتور. وبنعرف إن بيرا عندها كانسر وبتتعالج منه. ولما بيخلصوا كلامهم بيتصدموا لما بيلاقوا عربية رقم 5 اللي كانوا فيها اختفت ومش موجودة خالص. وبيجي تايكون مضيف في القطر وبيقولوا له إن العربية مش موجودة، وبيتصدم زيهم من اللي حصل وما بيكونش فاهم أي حاجة. وبيقفل الباب خالص، ولما بيجي حد من الركاب علشان يدخل الحمام بيشوف العربية مفقودة، وبيعمل دوشة وبيقول إن العربية اختفت. وبينتبه ركاب العربية الرابعة، بس تيكون بيقول لهم إنها انفصلت بسبب مشكلة فنية، وبيقول لهم إنها تيجي وراهم على المنتجع. وبتروح بيرة علشان تدخل الحمام تاني وبتستناها كيمي بره، وبيجيلها مكالمة من الدكتور بتاع بيرة وبيقول لها إن بيرة بتتجاهل مكالماته من أسبوع، وبيقول لها إنها ما بتردش عليه وإنها لازم تعمل فحوصات طبية فورا علشان حالتها ما تبقاش أسوأ. ولما بتخرج بيرة بتقول لها كيمي عن المكالمة، وبتقول لها بيرة إنها كانت حابة تروح الرحلة معاها، وإنها لو كانت قالت لها كانت هتخليها تعمل الفحوصات ويقعدوا في المستشفى بدل الأجازة بتاعتهم. وبتقول لها إنها تعبت من الأدوية اللي بتاخدها. وفي الوقت ده بيكون تيكون في عربية من العربيات وبيلاحظ مادة لزجة على لوحة من لوح الكهرباء، وبيشوف شبح من أشباح العمال اللي اختفوا. وبيروح يقول لصديق إنه شاف أشباح العمال وناس بتنزف من كل مكان، بس صديق ما بيصدقهوش وبيقول له إن السواق بلغه إن في مشكلة في لوح الكهرباء ومش عارفين يتواصلوا مع مركز التحكم. وبيسأل تيكون عن لوحة الكهرباء، فبيقول له تيكون إنه حاول يبلغه وإنه مركز الطوارئ متعطل ومش عارف يتواصل معاهم. وبيحكي له عن العربية رقم 5 اللي اختفت، بس صديق بيكون مصدوم لأن محتاجة خطوات كتيرة تحصل علشان العربية تنفصل عن القطر. وبيطلب صديق من تيكون ما يعرفوش سانتوس باللي حصل لحد ما يعرفوا السبب.
وبيروح صديق لبره وبيقول لها إن دي مشكلة فنية وإن هدومهم اللي كانوا في العربية هتوصل على المنتجع والركاب اللي كانوا في العربية كمان. ولما بيدخل القطر النفق التاني بيكونوا ركاب العربية الرابعة مبسوطين وبيغنوا، وبيبدأ واحد منهم يتخنق واتنين تاني وبيحاولوا الناس يساعدوهم، لكن بيقوم واحد من الركاب وبيقول لهم إن كلهم هيموتوا وهو كمان معاهم. بس فجأة بيسمع واحد منهم صوت ضحك غريب وبيشوف كائن شيطاني في سقف العربية وبيبدأ يخلص على كل اللي في العربية. وبتكون كيمي شايفة اللي بيحصل وفجأة بتنفصل العربية عن القطر، وبتكون بيره وتيكون مع بعض وبيسمعوا صوت الركاب بيصرخوا، ولما بيروحوا بيلاقوا العربية وبتقول كيمي لبيره إنها حست إن في حاجة حبست الركاب وإنها عاوزة تخرج من القطر. وفي الوقت ده بيجي سانتوس وبيسأل إيه اللي بيحصل وبيلاحظ إن العربيات مش موجودة، وبيسأل تيكون إزاي العربيات دي اختفت، فبيقول له تيكون إنه ما يعرفش أي حاجة. وبتظهر رملة وبتقول لهم إن اختفاء عربية ممكن يكون صدفة لكن اتنين لأ، وإن أكيد ده تحذير وإنها متأكدة إن دي مش مشكلة فنية. بس سانتوس بيقول لها تفكر بشكل منطقي وإن كلامها مش صح وإنها بتحكي في خرافات. وبتيجي كيمي وبتقول له إنها شافت الركاب كلهم متجمعين وحواليهم كائنات مخيفة، بس سانتوس بيطمنها وبيقول لها إن العربيات أكيد لسه في النفق، وبيقول لتيكون يفضل على تواصل مع مركز التحكم لحد ما يوصل ليهم. وبيقترح باري على سانتوس إنهم يرجعوا لعربيتهم تاني وما يفضلوش هنا. هو بيقول لتيكون يخفي موضوع العربيات ده عن الصحافة، بس بيقول له تيكون إنه فقد الاتصال مع الطوارئ ومركز التحكم. وبيكون باري راح لصديق وبيقول له إنه حاول يتصل بأي حد بس بيقول له إن الاتصال مقطوع، بس بيفضل مصر على إنهم يلاقوا طريقة علشان يتواصلوا بيها مع أي حد أو على الأقل محطة التجمع. وبيقول له يحاول يخلي محطة المنتجع يبعتوا مساعدة للركاب اللي في العربيات اللي انفصلت، وإنهم ياخدوهم للمنتجع ويقنعوهم إنهم ما يبلغوش باللي حصل معاهم. وبيقول له صديق إنه هيحل كل ده، بس الحل بيعتمد إن العربيات تكون في النفق فعلا وما اختفتش. وبيوريه لقطات من العربية رقم 5 اللي ظهر فيها كائن مخيف قبل ما تختفي والاتصال يتقطع، فبيأمره باري إنه يمسح المشاهد دي كلها ويبطل يتكلم عن الشياطين. وبيطلب منه يخلي رملة تسكت وما تأثرش على الركاب بكلامها عن الشياطين. وبيتحرك صديق وبيقول لسانتوس إنهم هيحلوا كل حاجة وبيطلب منه يرجع لعربيته. وبتوقف رملة سانتوس وبتقوله على جوزها وبتقوله إنه كان شغال مع العمال ومرجعش البيت خالص. وفي الوقت ده بتوقف بيرا تيكون وبتقوله إنه بيكذب عليها وإن العربيات اختفت بسبب حاجة تاني، وبتطلب منه يقول لها الحقيقة، بس هو بيحلف لها إنه ما يعرفش سبب اللي حصل ده إيه ومش متأكد إذا كان في مساعدة هتجيلهم ولا لأ. وبيقول لها إنه بينفذ أوامر مش أكتر. وفجأة بيرا بتحس بتعب وبتروح للحمام. وبعد كده بيدخل القطر للنفق الثالث وبيسمعوا صوت صريخ ركاب العربية الثالثة، وبيروح سانتوس مع الموظفين للعربية وبيتصدموا لما بيشوفوا العربية متدمرة، وبيسمعوا صوت مرعب وبيشوفوا كائن مرعب، وبيقول لهم سانتوس إنهم هيتحركوا بالراحة علشان يخرجوا من العربية ومحدش يعمل صوت. بس بيحسوا كلهم إن في حاجة منعاهم يتحركوا وبيشوفوا كائنات كتيرة حواليهم وبيحاولوا إنهم يهربوا. وبتقع موظفة من خوفها وبتلفت انتباه الكائنات ليهم وبتاخد سكينة وبتهدد الكائن المرعب بيها، بس بيضحك عليها وبيخلص على واحد منهم. وبتنادي على تيكون وبتطلب منه يفتح الباب، بس الباب بيكون ما بيفتحش وبيتحكم في ايد الموظفة وبيخليها تخلص على نفسها بالسكين. وبيترعبوا الباقيين، وقبل ما يهربوا بتنفصل العربية عن القطر وبترجع للنفق الثالث وبيخرج القطر من النفق. بس باري بيقول إن اللي بيحصل ده علشان السرقة وإن في 3 مشكوك فيهم من ركاب الدرجة الاقتصادية، وبيقول لهم إن هم اللي اتخلصوا من العربيات علشان يقدروا يخشوا الدرجة الأولى ويسرقوها لما تقف في مكان معزول. وبتقول بيرا إن مفيش أي أسلحة في القطر، وبيكون في واحد من الركاب اسمه كريس، وبيقول لهم كريس إنه مش هيتعرض للسرقة ومش هيسمح لحد يدخل العربية رقم 1. بس رملة بتقاطع كلامهم وبتقول لهم إن النفق الرابع قرب، وبتقترح بيرا إنهم يروحوا للعربية الأولى. بس كريس بيهاجمها وبيقول لهم إنهم ممنوع يدخلوا العربية وإلا هيموتهم. وبيرجع للعربية الأولى وبيقول لهم إن حصلت سرقة في العربيات اللي ورا وإنه مش هيسمح لأي حد يدخل العربية دي. وبتحاول بيرا تقنعهم بوجهة نظرها، وفي وسط خناقتهم بيرا بتطعن كريس بالغلط وبيموت. وبيقولوا الركاب إن بيرا وكيمي مجرمين، وبتمسك بيرا السكينة وبتحذرهم محدش يقرب منهم. وبيقدر تيكون وبيرا وكيمي ورملة إنهم يهربوا من العربية، بس بيكون صديق قفل الباب فبيكسروا الإزاز وبيحاولوا يدخلوا، لكن الركاب بيشوفوهم وبيوضح لهم تيكون إنهم لازم يدخلوا العربية الأولى، لأن القطر لما بيدخل النفق بيظهر كائن شيطاني بيقتل كل اللي موجودين.
وبيدخل القطر للنفق وبيحاول الركاب إنهم يوقفوا تيكون وبيحاولوا يموتوه، بس قبل ما يحصل له أي حاجة بيسمعوا صوت صريخ وبيتفاجئوا لما بيشوفوا الكائن، وبيبدأوا الركاب يموتوا وبيقدر تيكون إنه يهرب بالعربية الأولى، وبيسمح وقتها صديق ليهم إنهم يدخلوا، وبيقول لهم باري إنه هيدخل ويقول للسواق يوقف القطر، ولما بيدخل للسواق بيطلب منه يزود السرعة، وبيكون عاوز العربية باللي فيها يموتوا ويوصل هو مع السواق للمنتجع في أمان. وبيطمن صديق الركاب وبيقول لهم إن باري هيوقف القطر، ولما بيلاحظوا إن السرعة بتزيد أمر السواق يفتح له، ولما بيفتح بيقلل السرعة وبيوقف القطر، وبيحاول باري إنه يوقفه وبيخبطه تيكون وبيقع من القطر وبيموت، وبيقدر صديق يمسك الفرامل وبيوقف القطر وبيزعق مع باري وبيقول له إنه كان هيموتهم كلهم. وبيلاحظوا إن القطر وقف قدام النفق بالظبط في نص الغابة، وبتدخل بيرة وبتقول لباري إنه لازم يدفع تمن اللي عمله، وبيقول لهم إنه كان غرضه إن السواق يوصل ويبعت لهم مساعدة، وبيسأل واحد من الركاب المهمين إزاي هيوصلوا لمحطة المنتجع، فبتقول لهم بيرة إنهم ممكن يمشوا عن طريق الغابة ويبعدوا عن النفق، وإن المحطة مش بعيد، وبتيجي رملة وبتسأل عن جوزها وباري بيقول لها إنه ما يعرفش أي حاجة عنه، وبيقول لهم باري إن كلهم بيعانوا من اللي هم عملوه، وبيفتكر لما الراجل جه وحذرهم من بناء السكة الحديد وقال لهم إن الغابة مليانة كائنات شريرة محدش هيقدر يسيطر عليها أبدا، وبيقول لهم صديق إن باري عينه معاه علشان يقدر يخفي أي سر عن اللي بيحصل في الغابة، وبيخرجوا كلهم من القطر وهم خايفين وبيسمعوا صوت صريخ وبيشوفوا شيطان بيخرج من النفق وبيسحب 2 للنفق، ووقتها بتعرف بيرة إن الشياطين بتظهر في الضلمة وإنها كانت بتظهر في النفق علشان الضلمة، وبيخافوا كلهم وبينتشروا في المكان، وبيكون واحد من المستثمرين في القطر ملبوس بروح كيان شرير وبيتكلم بصوته وبيقول إن وجود البشر غلط على الأرض، وبيقول إنهم هينتقموا منهم كلهم، وبيبدأوا يحولوا كل الركاب لأشجار في الغابة، بس بيرة بتكون هي وكيمي لسه ما اتحولتش وبتعيط وبتقول للكيان ده إنها عايزة ترجع البيت، وبياخدها الشيطان وبتبدأ كيمي تتحول، بس بيرة بتصرخ وبتطلب من الشيطان ياخد روحها بدل روح أختها، بس بيبتسم الكيان ده وبتتحول كيمي لشجرة وبيختفوا الكائنات من الغابة، وبعد فترة بتكون الأنفاق دي كلها اتهدد واتقفلت، وبعد 6 شهور بتكون بيرة بتتكلم مع الراجل اللي حذرهم إنهم يبنوا السكة الحديد، وبتسأله ليه الشيطان ما قتلهاش، فبيقول لها إن انتقامهم منها كان بفقدانها لأختها. ولحد هنا بيكون خلص فيلمنا النهاردة، وبيعلمنا إن إحنا لازم ناخد حذرنا من أي حاجة في الدنيا. ولو عجبك ملخصنا ما تنساش اللايك والشير وتفعل زر الجرس، وسيب لنا رأيك في الكومنتات وقول لنا إيه الأفلام اللي حابب إننا نلخصها لك.